الطريق طويل ومرهق ومش محدد، مفيش طريق واحد للوصول. الطريق طويل ومرهق ومش محدد، مفيش طريق واحد للوصول. يعني ممكن تتشهر من ريل على الفيسبوك، ممكن تتشهر من فيديو بيعدي الملايين، ممكن تتشهر من إعلان، ممكن تتشاف من مسرحية، ممكن تتشاف من مشهد في فيلم سينما، ممكن تتشاف من مشهد في مسلسل، ممكن تتشهر من مسلسل إذاعي على الراديو، من جملتين قلتهم في مشهد دوبلاج، من أي حاجة ممكن تعملها ممكن تتشهر. فمفيش طريق واحد للوصول تفضل، أو مفيش باب واحد لازم تفضل تخبط عليه. انت لازم تخبط على كل الابواب وتشوف انهي باب مناسب ليك تدخل منه. ممكن تفضل تخبط على ابواب غلط كتير طول عمرك، ممكن تكون جايلك من حته تانية، جايلك من فكره ان انت تبقى شخص محبوب مؤثر فيبقوا عايزينك تمثل، ممكن تاثر في ناس بكلمه فيبقوا عايزينك تمثل. الفكره ان انت لازم تبقى ملم، مثقف، واعي، عارف ان التمثيل بحوره واسعه، وعارف ان انت لازم تترك كل الابواب. لو هنيجي مثلا نتكلم عن الدوبلاج، لو انا عاوز اتعلم دوبلاج، ما انا برضو لازم ابقى ممثل، لازم احس الكلام، لازم اتعلم يعني ايه سينك، مزامنه. السينك ده اللي هو انا امشي بالعربي، الكلام العربي، على الانجليزي او على اي لغه الفيلم اتعمل بيها، ده اسمه سينك، مزامنه. طب التمثيل الاذاعي ملوش علاقه بالدوبلاج، ده اتنين بيمثلوا قدام بعض، ابقى باصص في عينين زميلي وبيبقى فيه انفعالات وحاجات. والدوبلاج، الفرق بين الدوبلاج وبين التمثيل الإذاعي عامل زي كراسة الخط بتاعت زمان اللي بقى عليها نقط بنمشي عليها، وكراسة الإملة. أنا بقول لك اكتب ألف، فأنت بتكتب ألف بنفسك، لكن الألف التانية لازم تكتبها على النقط فما تطلعش بره النقط. ده بالبلدي يعني الفرق بين الدوبلاج وبين التمثيل الإذاعي. والدوبلاج والتمثيل الإذاعي والمسرح والسينما والتلفزيون واحد، هم كلهم عايزين ممثل شاطر مثقف عنده وعي يعرف يظبط المقادير كلها. وخد بالك، التمثيل مش مصدر رزق وحيد. طول ما انت مش واقف على ارض ثابته في التمثيل لازم تسعى ويكون عندك شغلانه تانية عشان ما تكرهش التمثيل. امتى التمثيل يبقى مصدر رزق وحيد؟ لما فعلا تقف على ارض صلبه ويتكتب في البطاقه ان انت ممثل، او تبقى موظف مسرح الدوله، او تبقى فعلا ممثل بتطلب كل سنه. خلاص هنا بقى انا هسيب كل الشغلانات اللي انا ماسكها واركز في التمثيل. طب لو انا عندي الرفاهيه ان انا ابقى ممثل بس واعرف اصرف على نفسي، يا سلام، جو اهيد، يا ريت. لكن لو انا ما عنديش ده، لازم يبقى عندي شغلانه تانية جنب التمثيل. واكم من الناس النجوم اللي عملوا كده وبعد ما جات لهم سابوا الشغلانات اللي كانوا ماسكينها، زي العظيم مثلا، مع ذكر مثال الاستاذ خالد صالح الله يرحمه، كان شغال حاجات كتير جدا، واول ما جات له متاخر، جات له وهو عنده 39 40 سنه، ومشي وهو عنده 49 سنه، هو عمل تاريخه كله في 9 سنين. فلما جات له ساب كل ده وركز في التمثيل. طب قبل ما تيجي، لا، كان مركز في التمثيل وانه يفتح البيت. فالتمثيل مش مصدر رزق تعتمد عليه الا لو بقيت في البطاقه ممثل واتفرضت على الناس فعلا انك ممثل. يلا يا بطل، خد نفس عميق وابدا الرحله، وما تدورش على نتائج دلوقتي، وخليك فاكر حلمك ملوش تاريخ صلاحيه. فقط خد نفس عميق وحاول مره اخرى.